ومش عارفة أشيلك من دماغي، بتخليني أفضل بالساعة والاتنين، مش زي اللي بنتك بتعمله، وما بيعجبنيش أي حاجة بتعملها خالص. جوزي توفى وأنا عندي 35 سنة، ومش هكذب عليكم، أنا كان نفسي أتجوز، بس علشان ما كانش معايا غير بنتين، كل اللي حواليا قالولي هتتجوزي فين وتسيبي بناتك اللي زي القمر فين، اللي هتروحي تتجوزي وتجيبي لهم جوز ويا عالم هيعمل معاكم ايه. والكل كان مخوفني، علشان كده كل اللي كنت بفكر فيه إني أجوز بناتي. وفعلا مرت الأيام وجوزت بنتي الكبيرة، واتجوزت معايا في نفس البلد اللي أنا كنت عايشة فيها. لكن بنتي الصغيرة اتجوزت بعدها ب5 سنين لما خلصت الكلية بتاعتها. وفي الوقت ده ما كانش ينفع أفكر في الجواز أصلا، خلاص ما بقتش صغيرة، عندي 45 سنة. وعلشان إحنا في الأرياف الناس كلها كانت هتتكلم عليا، ما كانش ينفع إن أنا أتجوز في السن ده. بس من جوايا أنا كان نفسي أعيش حياتي، وكنت حاسة إن أنا طفلة وعندي 20 سنة. كان نفسي إن أنا أتجوز وأعمل كل اللي أنا عايزاه، وكنت بكون مبسوطة أوي لما واحدة من بناتي تيجي وتحكيلي عن كل اللي هي بتعمله، أو حتى أنا اللي كنت ببادر بالكلام وأسألها واستفسر منها. كلامها ده كان بيديني إحساس حلو، لكن أنا اللي عملت الحاجة دي من غير طبعا أي واحدة من بناتي تاخد بالها. كنت بتكلم معاهم كأني بنصحهم بس، لكن هدفي من الكلام كان حاجة تانية. ومن بعد ما بنتي الصغيرة اتجوزت كنت عايشة لوحدي في البيت، ومن كتر ما كنت متضايقة من العيشة لوحدي كنت بروح عند بنتي الكبيرة أقعد معاها ومع أولادها، لأن جوزها كان مسافر برا دايما. وبصراحة كانت بتترجاني إن أنا أفضل عايشة معاها وأبات عندها كمان. وأوقات كنت بفضل موجودة، وأوقات كنت بروح أبات في بيتي. بس من أكتر الحاجات اللي كانت بتخليني مبسوطة اليوم اللي كنت بسمع بنتي فيه بتتكلم مع جوزها، واسمع الكلام اللي هي بتقولهوله. مش عارفة ايه اللي كان بيبسطني ان انا اتصنت على بنتي واسمع منها الكلام ده، بس كان بيديني احساس حلو. بس مش عارفة ده كان مرض فيا ولا دي عادة سيئة ولا ايه بالظبط. بس ما كنتش عارفة اتكلم مع حد فيهم، لاني انا ما كنتش صغيرة وكان عندي 45 سنة. كان عيب جدا لما اتكلم في حاجة زي دي. بس اغلب اللي كنت بتكلم معاهم كانوا بناتي، وكمان بنات العيلة بتوعنا، بالأخص لما واحدة تكون لسه متجوزة وكده، وأفضل أستفسر منها وأسألها. وهما طبعا كانوا بيتكلموا معايا على سبيل إن هما ياخدوا مني النصيحة، لأني كنت بفضل أتكلم معاهم كلام عادي خالص. لحد ما مرت الأيام ورجعت تاني أعيش في بيتي لوحدي بعد ما بنتي سافرت لجوزها هي وأولادها أجازة، ورجعت تاني أعيش في شقتي. مش هكذب عليكم، كنت بفكر في حاجات كتير مش مناسبة مع سني، ومش عارفة أنا إزاي بفكر في كل الحاجات دي. وأولهم إني أعمل حاجات كنت نسيتها أصلا من بعد وفاة جوزي. مش هكذب عليكم، عملت حاجات كتير مع نفسي، ما كانش قدامي غير الحل ده. أي نعم هي عادة سيئة جدا وما كانش ينفع إن أنا أعملها، بس كنت حاسة إنه هي بتهون عليا حاجات كتير. أحسن ما أعمل أي حاجة والناس تفضحني أو حتى تتكلم عليا.
وبقيت أحاول أداري على نفسي على قد ما أقدر، ومحدش كان بيعرف إنه أنا بعمل كده أبدًا، لحد ما لقيت بنتي بتتصل عليا في يوم وبتقولي إنه هي نازلة آخر الأسبوع هي وأولادها وجوزها. طبعًا على طول اتخضيت وما كنتش عارفة إيه اللي هينزلها بدري كده، لإنها كانت مسافرة على أساس إن هما هيقضوا الأجازة مع جوزها 3 شهور، وبعدين تنزل هي والأولاد وهو هيفضل في شغله زي ما هو. وفعلًا لقيت بنتي بتكلمني وبتحكيلي على السبب، وبتقولي أنا تعبت جدًا من أول ما جيت هنا وأنا مش مستحملة إنه يحصل بينا أي حاجة خالص، وطول الوقت تعبانة جدًا، ولما رحت أكشف قالولي إنه الرحم عاملك مشاكل والتعب ده كله لازم نعملك استئصال للرحم. يوميها هونت على بنتي وقلتلها ده يزعلك ليه؟ ربنا عايز كده، وبعدين انتي مخلفة ولاد وبنات عايزة ايه تاني؟ وانتي ما كنتيش ناوية تخلفي تاني، وعشان تكوني كويسة مع جوزك وما تبقيش تعبانة وتشتكي على طول، ويمكن فعلا هو اللي عاملك المشاكل دي. وفعلا بنتي إجت وعملت العملية وأنا فضلت عايشة معاها، وجوزها طبعا كان معانا في الفترة دي عشان هي نفسيتها كانت تعبانة أوي. وبعد العملية بنتي كانت بتشتكي طول الوقت، ولما رحنا علشان نكشف الدكتورة قالت لها انتي مش هترجعي لحالتك الطبيعية زي الأول، وأكيد مش هتستحملي اللي كان بيحصل قبل كده، ولازم كل حاجة تكون بهدوء. وطبعا رجعنا يوميها من عند الدكتورة وحكت لجوزها الكلام ده كله، لكن جوزها كان متضايق وزعلان جدًا، وبيقول لها هو إحنا مش عملنا العملية وخلاص؟ إزاي هتفضل مأثرة عليها وكمان تعباها بالشكل ده؟ ده من أقل وقت بتكون تعبانة جدًا ومش بتستحمل أي حاجة. يوميها ما كنتش عارفة أقول لجوز بنتي إيه، قلتله فترة وهتعدي إن شاء الله وتكون أحسن. وعشان بنتي جوزها بدأ يتخانق معاها في الفترة دي وكانت نفسيتها وحشة جدًا، بقيت طول الوقت عندهم في البيت عشان أخدمها وكمان أشوف طلباتها، لحد ما في يوم لقيت جوزها بيتكلم معايا وبيقولي مش عارف ليه حاسس إنه انتي لسه صغيرة في السن، عندك زي 20 سنة، ومراتي هي اللي عندها ال50 سنة، لا عادت قادرة تشتغل ولا قادرة تعمل أي حاجة خالص، وواهمة نفسها بحاجات كتير، أقل حاجة بتخليها تعبانة ومش مستحملة كلام لا مني ولا من الأولاد. وبدأ جوز بنتي يدخل في تفاصيل كتير، قالي ممكن الحاجات دي تكون هي ورثاها منك، قلتله لأ طبعا يا ابني أنا زي الفل وما عنديش أي حاجة وعمري ما تعبت من حاجة زي دي ولا عندي مشاكل فيها. ومرت الأيام على كده لحد ما بدأت ألاحظ إنه طريقة جوز بنتي اتغيرت خالص، وبدأت ألاحظ إنه هو في دماغه حاجات كتير وعايز يعملها معايا، ولما بدأت أشك فيه وكمان أخاف منه من بعد ما زاد فيه قوي، بدأت أخد بعضي وأروح أعيش في بيتي لوحدي، وقلت لما يسافر هرجع تاني أعيش مع بنتي، لكن للأسف من وقت ما روحت بيتي وهو تاني يوم لقيته جايلي وبيقولي أدام انتي مش عايزة تعيشي معانا فأنا كل يوم هاجي أسهر معاكي، لحد ما في يوم لقيته بيتكلم معايا بطريقة غريبة، لكن اتصدمت من اللي سمعته لما لقيته بيقولي الواحد نفسه يرجع زي الأول ويفضل بالساعة والأكتر، والوقت القليل ده بيخليني مش مبسوط أصلا. قعد يقولي كلام كتير
وما كنتش متخيلة إنه ممكن أسمع كلامه أو حتى أفكر إني أوافقه على كل اللي هو طلبه ده. ومن يوميها وجوز بنتي عمل معايا كل حاجة، ومن بعد اللي حصل ده وهو مش سايبني في حالي. وطبعًا طول الفترة دي حصل فيها حاجات كتير أوي، من بعد ما سافر وهو بيكلمني كتير، وعلى طول بيبعتلي فلوس دايمًا علشان أصرف منها، وبنتي طبعًا ما تعرفش أي حاجة عن كل ده، وبيقولي كلها كام شهر وهانزل أجازة تاني. وكل لما أقوله انسى اللي حصل ده يقولي خلاص يبقى انتي اللي عايزة بنتك تتطلق وتيجي تعيش جنبك هي وأولادها، ووقتها هحكيلها على كل اللي حصل بينا، وكمان هروح أتجوز وأعيش حياتي، وانتي اللي هتكوني خسرانة انتي وبنتك. وأنا مش عارفة أعمل ايه، وما كنتش متخيلة إنه أنا ممكن أوافقه على كل اللي حصل ده، وما كنتش كمان متخيلة إنه هو مش هيسيبني في حالي بالشكل ده.